السلام عليكم، الله يسعد مساء الجميع كل باسمه. أنا استرخيت كذا على الكرسي وشفت هذه بالسقف، وطرت علي قصة بتفيدكم، خلوني أقولها لكم. لا إله إلا الله، بسم الله على بركة الله. قام يزلق أفا يا ذا العلم، يجي كذا، يا سلام، ولا لا؟ طيب، هذه معلومة للناس اللي تشتغل بالشركات أو بالجهات الحكومية أيا كان. أحيانا إذا استأجرتم مبنى، أنت كشركة أو كجهة، مبنى سواء لمكاتب، هو في الأغلب للمكاتب يعني في الأغلب، لكن أحيانا يكون في مستودعات، أحيانا يكون في خدمات لوجستية ومدري إيش من هالقبيل. في بعض الشركات تأجر الفتحة هذه، شفتوا الفتحة اللي تو صورتها لكم، هذه حقت التكييف، تأجرها. فتيجي تقول أنت والله أنا أحتاج 400 مثلا متر، يقول لك أوكي 400 متر هذه مثلا بالمتر ب1000 ريال بالسنة، وفتحات التكييف الفتحة الواحدة ب1500 مثلا، أو ب2000 أو ب2200 على حسب عاد المنطقة والموقع والمكان والتشطيب وما إلى ذلك. كنت مرة في أحد الأشياء، ما هو شغلي، لكني كنت جالس عند أحد الأشخاص وأنا أشتغل بنفس الشركة، سحبت منه الملف، قعدت أقرأ كذا، أتصفح العقد، فلقيت من ضمن العقود اللي هو عقود الفتحات، هذه فتحات التكييف، وكأن الفتحات تقريبا عددهن حوالي 300 وشوي. اضرب عاد انت 300، خلينا نقول 300 والله ان هي فوق 1005 بس 1800 حاجة زي، لكن نقول 1005 يا اخوي، خلها 1000 ريال عشان تضبط الحسبة. 300 فتحة في 1000، 300,000. فمباشرة قلت لهذا الشخص المسؤول أرسل إيميل. طبعا هذه مؤجرات لهن يمكن قبل أجي أنا وهو، مؤجرات لهن يمكن 7 8 سنين أو حاجة زي كذا، الشركة موجودة بالموقع وهذه فتحات مؤجرة. فأنا قلت ارفع إيميل واطلب من الإدارة المسؤولة، ودائما تكون الإدارة الهندسية لأن هذا جزء من شغلهم، والعقود هذه تبرمها اللي هي بالمعتاد لإدارة العقود والمشتريات. اطلب من ارفع لمديرك وخلهم يطلبون يرفعون للإدارة الهندسية بأنهم يتأكدون من الفتحات هذه هل هي فعلا مكيفات أو بس منظر. المهم انه فوق 100، والله اني ناسي، ما ادري، 160 170 100 الوكاد 100%. تخيلوا، بس منظر، ما هي مكيف، بس كذا جريل بس، يأخذ عليها فلوس. فلذلك احيانا يعني لو قلنا ال100 فتحة 100,000، هذا لو قلنا ب1000 ريال وهي 100,000 بأكثر، فإجرام ما هو طبيعي، إجرام ما هو طبيعي. أذكر في أحد المشاريع مسكت إدارته، المشروع هذا كبير، فيه تقريبا أكثر من 170 محل، المكان تقريبا 4 أدوار. إدارة المبنى هذا موفرة لكل محل عداد كهرباء مستقل خاص فيه. طبعا أنا أقول القصص هذه عشان واحد يستفيد منها. الآن واحد يرجع للعقود ويتأكد من الموضوع هذا، هل في فتحات ولا لا، تحسب له عند شركته. واضح؟ القصة الثانية كذلك اكتشف منها بعد الشيء تشوفه واعكسه.
فلما مسكت إدارة المبنى هذا، دائما المباني الممرات العامة يكون الكهرباء على مالك المبنى، أما المحلات كل محل عنده عداد كهرب وعليه فاتورته. واضح؟ فبعد ما شفت فواتير المبنى إلا مرتفعة بالشهر، 180,000 170,000 حاجة زي كذا، ناسي والله. المهم بس الممرات اللي علينا، فسويت خطاب وأرسلته للأمن يوزعونه على المحلات بأنه الجميع يترك الإضاءة شغالة بالتاريخ الفلاني، حددنا اليوم والتاريخ الساعة 12 بالليل، إذا جاء يسكر لا يسكر الإضاءة، يترك كل شيء شغال. وانتبهوا يا الأمن، لا أحد يطلع إلا هو مخلي الإضاءة شغالة. إيه، جينا الساعة 12 بالليل أنا والفريق الموظفين، وزعناهم على أدوار، ومعانا الفني حق الكهرباء، وقلت له طف العدادات الخاصة بالممرات. فلما طف العداد، شوف كم محل شابكن مع الممرات المجرمين. والدور الثاني أو نفس الكلام، في مجموعة محلات شابكين على الممرات، والمالك يسدد. المهم قلت حبيبي، الفترة اللي أنا فيها بتطلعها من عينكم وعليكم غرامة بعد، واللي قبلي أبروا ذمتكم أمام الله عز وجل، يا ويلكم يا سواد ليلكم. فهذه من الطرق اللي سهل إنك تكتشفها، يعني خلال يمكن 10 دقائق خلاص طق طق تكشف إنه فيه تلاعب أو فيه سرقات. مثل الفتحات هذه خلال 10 دقائق تجون تكشفونها، تشوفون اشتغلت المكيفات إيه، على الأقل لو تحط تيب صغير كذا تشوف فيه هواء ولا ما فيه هواء. فالأمور تنكشف بسرعة، فيها مبالغ مهولة يعني. أحسن من تروح تجيب فني وتقول يلا اكشف لي على المحلات، شوف مسروق مني شيء ما مسروق، آلاف الأسلاك. فهذه الطرق سهلة. أذكر كذلك من ضمن الأشياء اللي ذكرتها لأحد بعد كان موظف، قلت انتبه للنقطة فأنا أتأكد منها. كان عندهم عقد تيبوي يقدمون خدمات الضيافة، 72 تيبوي، 72 عامل. قلت أوكي، كم صار لهم متعاقدين معهم؟ قال ما من 3 4 سنين ومعنا معه. أوكي، بس سووا تشيك كم عدد اللي يجون من 72. اكتشف انه من اكثر من سنتين اصلا او ما يجون الا تقريبا نصف العدد. تخيلين؟ النصف الثاني، يعني لو قلنا 72 خلينا نقول نصف، خلينا نقول 40، النص اللي جو 40، الباقي ما جو 32. اضرب 32 في رواتبهم، إقاماتهم والرسوم الإضافية وما أدري إيش، لأنهم يجيبونهم كضيافة بحوالي 4200 حاجة زي كذا، كل شيء تتحملها الشركة. فأضرب 4200 في 32 موظف، واضربها في 12 شهر، شوف كم بس سنة ياخذون. ما في أحد على أرض الواقع، ما في أحد. فلذلك أحيانا أمور بسيطة جدا. يعني أنا كنت قبل يمكن أسبوع تقريبا في شركة كذا، وسولفنا على جنب، وقالوا عندنا فروع كثيرة. قلت وعندكم مبيعات كويسة؟ قال لي. قلت ما عندكم ربحية؟ قال لي. فقلت خلاص ما عندك مشكلة، تبغون أقدم لكم استشارة فيها تفصيلية كم؟ لا تهتم بكم، أنا حتى لو أقول لك كم المبلغ ما راح أخذ منك شيء إلا إذا انعكس بشكل صحيح. يعني ما أخذ منك وأقول لك والله عاد ما صار فيه نتائج، لا، إذا في نتائج مجدية على ما يقول آخذ اللي أنا طلبته. النتائج ما هي مجدية ما أنت خسران شيء، بس توافق لي على الرقم. طبعا هم تقريبا عندهم والله ما أدري 40 أو 45 فرع. إيه، ما أحتاج شيء ترى، أحتاج بس تجيب لي المدير المالي، والباقي أنا زيارات للفروع أنا اللي أزور وأشوف النقاط. طلبت 350,000، لا كثيرة. كيفك؟ أنا مستعد